إذن ومنذ وصول عبد المجيد تبون إلى الحكم تغيرت الأمور الاقتصادية في الجزائر واصبحت في نمو قوي جدا. 60 مليون دولار، هذه مجموعة استثمارات جلبها رئيس الجزائر في خرجاته الأخيرة في روسيا، قطر، الصين وتركيا وبرتغال. الأموال تمطر على الجزائر. الجزائر الجديدة. أعاد تبون قانون الاستثمار في الجزائر وفتح باب استثمار على مصراعيه بخصوص المناجم، الطاقة وتكنولوجيا الدقيقة، والجزائر تطمح لتصبح الصين الإفريقية. دفع 1.5 مليار دولار إلى بنك البريكس من أجل انضمام الرسمي إلى أقوى تكتل اقتصادي، وهذا الطموح سوف يجعل الجزائر الأقوى في منطقتها الإفريقية والمتوسطية. نشكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على 1.5 مليار التي قدمها إلى بنك. سوف ندعم الجزائر في انضمام إلى أقوى تكتل اقتصادي. هذا سوف يزيد قوة التكتل الاقتصادي، ونعدكم أنه سوف يغير الجزائر ويجعلها من الدول الصاعدة لتصبح الأقوى في بنية التحتية وصناعة تكنولوجية. الزيارات التي قادها تبون إلى تركيا، قطر والصين جعلته يجلب الكثير إلى الجزائر، شراكة حقيقية، عملة صعبة، واتفاقيات عميقة جدا. زار تبون مصنع BYD رائد الصيني لصناعة سيارات الكهربائية. هناك تم اتفاق إلى إنشاء مصنعين كبيرين في أفريقيا، واحد لصناعة السيارات ذات محرك هجين، ومصنع صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. في تصريح خاص أكد مدير مجمع BYD أنه تلقى كلمات من تبون ووعود سوف تجعل شركته تفكر في الإنتاج والتركيب في الجزائر بعض سيارات BYD الكهربائية. بالمناسبة، سيارات الكهربائية الصينية تعتبر الأفضل والأكثر مبيعاً في العالم، فمبروك للجزائر. وتلقت الجزائر وعود من الصينيين في استثمار في تكنولوجيا الدقيقة وصناعة رقاقات، وذلك بعد بناء المدينة والعاصمة التكنولوجية بوغزول. بهذه الصناعات سيمكن الجزائر من دخول السوق الصعب ويجعلها من متحكمين في سوق الصناعات التكنولوجية. هذا تقرير من إعداد آي زاد العربي، اشتركوا لمزيد من التقارير حول العالم.